أولا إذا بنتكلم عن الإعلام المستقل الإعلام الحر هو من يناقش القضايا بغض النظر عن أي ميول. احنا بنتكلم بشكل عام. صحيح. يبحث في أي قضية، لأن أنا إعلامي مثلا، أنا همي إعلامي خبري، أنا همي إني أصل الخبر سواء كان عن النادي اللي أنا أميل له، ولكنني مهنيتي أقدمها على ميولي، وهذا هو هدفي الأساسي. لكن دخل علينا في السنوات الأخيرة من اختلطت عندهم الأمور وأخطفوا الإعلام معهم. طبعا وكلمة إعلام صراحة أشرف من أن نطلقها عليهم. يعني هم إعلاميين أبدا، هم ناس لا يملكون قرارهم. صحيح. هم ناس لا يمكن استقلاليتهم. صحيح. يقادون بالمال. صحيح. يقادون عبر المخيمات. صحيح. عبر الجروبات، عبر وسائل التواصل التي تربطهم بأسيادهم. معليش، هم رضوا معليش، هم رضوا على هم رضوا على أنفسهم أنهم يكونون معليش يقادون، وأنه يتم توجيههم وتوبيخهم ولا يملكون قرارهم. فبالتالي هؤلاء الحفنة اللي دخلوا الإعلام وامتطوا صهوة الإعلام كي يكونوا إعلاميين، شوهوا صورة الإعلامي. أصبح الإعلامي النزيه أحيانا يتحرج أنه يقول إنه إعلامي أو ناقد رياضي، لأن من اللي شافه من هذولا شوهوا ساحة رياضية كاملة. بالضبط، هذا الدخلاء. فإحنا قلنا أنهم لا يملكون قرارهم. طبعا هم هدفهم الأساس أكيد في هدف أساسي يمكن قال عنه الأمير عبد الرحمن بن مساعد، يقول الهلال مصدر سعادة لكل الجماهير السعودية. إن فاز أسعد محبيه، وإن انهزم أو أخفق أو لم يوفق أسعد كارهيه. الجمهور الهلالي منقسم، أو الجمهور الرياضي في المملكة العربية السعودية، وأثبتت الإحصائيات التي تمت بموافقتهم وتوقيعهم عليها في أكثر من محفل، وأثبتتها عقود الرعاية، أن الهلال تقريبا يمتلك ما يقترب من 50% من الجماهيرية الرياضية على مستوى المملكة العربية السعودية.